أنا عمومًا باحب المداح جدًا، ولسه مكمّل رغم إن ده الجزء الخامس ولسه مكمّل، وفي حاجات كتير بيبقى فيها حرق، بس الموسم السنة دي فيه ضيوف كتير، سواء ضيوف شرف أو سواء ناس مكمّلة بدأت من الجزء الخامس ومكمّلة معانا، والموضوع وصل إحنا النهارده 17 رمضان، الموضوع وصل إن هو اتشعّب. بقى في ناس معاه في الخير وفي ناس واقفة ضده في الشر، معروف إن الشر بيه، الخير بقى في ناس واقفة تسانده، واقفة تقول له اعمل كذا، واللي ظهر بقى مؤخرًا أبوه أحمد بدري اللي هو فجأة ظهر، اشمعنى أنت صابر ظهرت، أنت كنت ميت ورجعت، لأ أنا برضه رجعت، بس هل بقى الدنيا مكملة وصابر هيتأكد أو هيعرف إن أبوه ده مش أبوه بيحاول يعمل الخير ودايمًا يطلع ينقذه عشان يحاول أو عشان يخليه في طريقه؟ فده اللي هو هنشوفه، بجانب بقى إن الشر بقى في حاجة تانية، بقى في 3 بنات و3 بنات إبليس، كل واحدة فيهم ليها خادم، غير طبعًا الملك الأحمر، ودلوقتي اللي حصل بقى إن هُم جابوا حد تاني في قفلة الحلقة، خدوا روحه وحطّوا روح تانية. عرفت تفتح باب مهما تسوى احنا جداد احنا ونورنا سواد. ده بقى اللي أنا عايز أوصل له في الحلقة الجديدة، يا ترى ده هيكون مين؟ ما هُم كلّهم بقوا مطيعين ليه، الشخص اللي هو البني آدم اللي هُم ادّوا له روح، يا ترى هيكون ده بقى المفروض إن دول بنات إبليس فهُم الأكبر. فيا ترى هم هيحطّوا روح إبليس في الشخص ده والّا إحنا هنوصل لفين؟ يعني أنا عايز أكمّل، عايز أعرف الرواية هتخلص على إيه، بما إن ده غالبًا الجزء الخامس وهو الجزء الأخير، فأنا عايز أعرف الرواية دي هتخلص على إيه. فخلّينا نشوف المداح هيوصل لإيه أو الشر قدّامه هيوصل لنفوذ الشر لقد إيه، وهو هيقدر في النهاية يسيطر أو يكسب في القصة دي إزاي. فالحقيقة أنا باحب مسلسل المداح جدًا ومكمّل فيه من أول جزء وأنا مكمّله، وأتمنى المسلسل في النهاية أو قفلته تكون قفلة اللي هو يا جماعة خلاص ده الجزء الخامس الأخير مش عايزين نزوّد عشان ما يبقاش الموضوع نفس القصة أفورة. فمستنيين نشوف القفلة بتاعة المداح هتكون إيه.